ازيكم يا بنات؟ معاكم آية. النهاردة انا عايزة اكلمكم عن روتيني لإزالة المكياج. هتلاقوني بعمل خطوات كتيرة، بس انا لازم اعمل كده عشان لو ما اتأكدتش ان الميك اب متشال بنسبة 100% ده هيطلع لي تجاعيد مع الوقت وحبوب في البشرة. اول حاجة بحب اعملها باخد نقطة من البيبي اويل ده، انا عندي باللافندر. بدلك بيه منطقة العين عشان اشيل الميك اب، حتى لو كان ووتر بروف بيتشيل. اشيل بقى الايلاينر والماسكارا ولو كنت حاطة اي شادو يوميها. ده بيسهل لي قوي ازالة المكياج وبضمن ان الماسكارا اتشالت كويس. وبعد كده باخد وايبس من البيبي وايبس دي، بشيل بيه المكياج بتاع الوش، وكمان اشيل بيه الماسكارا اللي ساحت بالبيبي اويل. انا بحب البيبي وايبس اكتر من مناديل المكياج العاديه علشان بحسها اخف على البشره، فبحسها يعني كويسه. وبعد كده بغسل وشي بغسول كلين اند كلير الاخضر. هو خلصان من عندي دلوقتي، فعشان كده انا حاطه فيه حاجه تانية، يعني هو خلصان. عشان كده بستخدم الغسول ده من ماي واي. ده غسول سوبرايت حلو قوي من ماي واي بالشاي الاخضر. بينضف، وهو ملمسه كمان جل، مش غسول عادي يعني. وبعد كده بمسح وشي بقطنه بالاسكينول. طبعا ملاقيه شال بلاوي، حتى على الرغم ان انا عملت كل الخطوات دي، بس بحس الاسكينول بينضف بعمق يعني. انا عارفه ان ناس كتيره ضد الاسكينول، بس انا بستخدمه من زمان وكويس مع بشرتي. لو انتي بقى بشرتك حساسه انصحك انك تجيبي ده من ايفون، ده اسمه سوليوشن. حلو قوي برضو. ويبقى لي برضو فتره بستخدمه حلو. وبعد كده بحط المرطب ده من جونسون. انا بحبه جدا، بحسه خفيف على البشره. وبعد كده بستخدم زبدة الكاكاو دي من لونا. دي حلوة قوي وبترطب بعمق يعني. احيانا بقى بعمل ماسك طمي مغربي. وده انا بجيبه من فتح الله، ده بحسه بينضف اكتر. طريقتي في الطمي المغربي، باخد معلقة طمي عليها حبة مية ورد ونقطة ليمون. ولو بشرتك حساسة بلاش تستخدمي الليمون. وبحطه بعد خطوة غسيل الوش على طول. وبسيبه ربع ساعة لحد ما ينشف، وبعدين بغسل وشي واحط تونر ومرطب عادي، او بعمل الماسكات دي، ده او ده. دول بحطهم بيرطبوا البشرة قوي، ومش بحتاج بعدها احط تونر ولا كريم مرطب، هو ده بس بيغنيني عن الحاجات دي. انا كده خلصت طريقتي في ازالة المكياج. نصيحتي ليكم انكم تاكلوا قبل ما تناموا زبادي بالشوفان. الزبادي بالشوفان مفيدة جدا، وكمان بتشبع، ولو بتعملي دايت وكده هتحسي انك خسيتي اكتر بالطريقة دي. وكمان الزبادي مفيدة جدا للبشرة، يعني هتحسي بنقاء في بشرتك بعد ما تاكلي موضوع الزبادي ده. انا كده خلصت كل حاجة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وقولولي انتوا بتشيلوا ازاي المكياج. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.